Hi everyone, welcome to English Unlocked مع مس بسنت. اهلا بيك طالب الصف الثالث الابتدائي. جينا لك النهارده في فيديو جديد لشرح lesson 4 الدرس الرابع. مشينا معاك خطوه بخطوه ولسه ان شاء الله كمان مكملين. لو فاتك اي حاجه من الفيديوز اللي فاتت هيظهر لك اللينكات بتاعتهم فوق، تقدر انك تدخل تتفرج عليهم وتكمل باقي شرح اليونت هنا معانا النهارده. وما تنساش لو عجبك الفيديو تعملي لايك على الفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد. And now let's start our lesson. دلوقتي بقى هنبدأ مع بعض بليسن 4 الدرس الرابع، وده هيكلمني على الديلي روتينز اللي هي الروتين اليومي، الحاجات اللي أنا متعود أعملها كل يوم. عندي هنا الكي فوكابولري، الكلمات الأساسية بتاعة الديلي روتينز، الروتين اليومي. كلمة يستيقظ، وكلمة يستيقظ معناها wake up. wake up ياكل وجبة الفطار، ممكن أقول eat breakfast وممكن أقول have breakfast. طب حد ممكن يسألني ويقول لي هي مش كلمة have دي معناها يمتلك؟ هل هنا معناها يمتلك الفطار؟ قال لي لا، كلمة have و has لما بيجوا مع الميلز الوجبات بيكون معناها يتناول أو يأكل مش يمتلك. يعني مثلا لما أجي أقول لك I have my breakfast، أنا بتناول فطاري at 8 o'clock الساعة 8، هنا معناها أنا بمتلك فطاري الساعة 8 ولا أنا أتناول؟ أنا أتناول. يبقى has و have هما معناهم يمتلك، بس لو جم مع الوجبات هيكون معناها يتناول. طب عايزة أقول يعمل الواجب فبقول do homework. يشاهد التلفزيون معناها watch TV. عايزة أقول ينام، كلمة ينام معناها sleep. يروح المدرسة go to school. يقرأ معناها read، ويلعب يعني play. عايزة أقول بغسل سناني بالفرشة فبقول brush my teeth، وطلع لسانك في TH. يرتدي الملابس يعني get dressed. يرتب سريره، أو عايزة أقول أنا كل يوم برتب سريري، يبقى every day I make my bed. طب حد برضه هيقول لي هي مش كلمة make معناها يصنع؟ كده معناها أنا كل يوم بصنع سريري؟ لا، make my bed معناها برتب سريري. طب هنا أمشط شعري بالفرشة اسمها brush my hair. brush my hair. بعد كده عندي كلمة يكتب معناها write مش write. محدش ينطق حرف ال W. ال W بتتكتب بس مش بتتنطق، فهنا هقولها write. يذهب إلى المنزل معناها go home. بعد كده بيجيب لي الاكسترا فوكابولري، الكلمات الزيادة عندي، زي مثلا لو عايزة أقول كل يوم فبقولها every day. الحديقة العامة، بص بقى أنا عندي كلمتين، حديقة عامة وحديقة خاصة. إيه الفرق ما بين الاتنين؟ الحديقة العامة دي حديقة أي حد ممكن يروحها، لكن الحديقة الخاصة دي بتكون خاصة بيك أنت في البيت مثلا بتاعك. في بيوت بيكون قدامها جاردن، بيكون قدامها الحديقة، فدي ما ينفعش أي حد غريب يجي مثلا يقعد فيها كده وخلاص. يبقى الحديقة العامة اسمها بارك، والحديقة الخاصة بيك أنت بتاعة البيت مثلا بتاعك اسمها جاردن. طيب جيم يعني مباراة أو لعبة. فوتبول معناها كرة القدم. كلمة learn يعني يتعلم. Now I'm teaching you، دلوقتي أنا بدرس لك. And you are learning from me، وانت بتتعلم مني. يبقى كلمة learn يعني يتعلم. كلمة معا أو سويا مع بعض اسمها together. يذاكر بجد يعني study hard. عايزة أقول لك ما الوقت what time. what time is it، هو كام الساعة أو ما الوقت. البيانو اسمه بيانو. حاجة مترتبة أو منظمة يعني tidy. والحافلة أو الأتوبيس اسمه بس. اتفقنا مع بعض إن الجدول ده بيكون المين points on listening and reading texts. بيجيب لي هنا كلمات وبيقول لي إزاي أحطها في جملة، والجمل دي بتكون عندي في قطع الريدنج. يعني مثلا هنا جايب لي wake up يستيقظ، فقال لي I wake up at 6 a.m. أنا بستيقظ الساعة 6. طيب breakfast الفطار، I have my breakfast أنا بتناول فطاري. طب عندي brush وعندي teeth، I brush my teeth أنا بغسل أسناني بالفرشة. make وبed، I make my bed.
أنا برتب سريري. عندي كلمة do وكلمة homework. I do my homework. أنا بعمل الواجب بتاعي. طبعا هنا بعد ما بيديني الكلمات بيجيب لي البوب كويز اللي هو امتحان صغير كده على الكلمات اللي احنا شرحناها. هنا طبعا بيقول لي choose the correct answer from A, B or C. اختار الإجابة الصحيحة من الثلاث اختيارات اللي أنا مديهم لك. I books in my free time. وكلمة free time معناها وقت الفراغ، الوقت اللي أنا فاضي فيه. يبقى أنا بعمل إيه في الكتب؟ أكيد I read، أنا بقرأ. I like to، أنا بحب أعمل إيه في الكارتونز on TV؟ بحب أعمل إيه في الكرتون اللي على التلفزيون؟ أكيد بتفرج عليه. يبقى عندي هنا كلمة watch، يشاهد. Please، من فضلك. Your name on the paper. كلمة paper معناها الورق. اعمل إيه في اسمك على الورق؟ أكيد طبعا هنكتب اسمنا على الورق، يبقى write. I my breakfast. أنا بعمل إيه في فطاري؟ أكيد طبعا باكله، يبقى I eat. He to school at 7 o'clock. هو بيعمل إيه في المدرسة الساعة 7؟ هو بيروح، يبقى he goes. Your teeth. هتعمل إيه في أسنانك before going to bed. before يعني قبل، after يعني بعد. before يعني قبل. هتعمل ايه في اسنانك قبل النوم؟ اكيد طبعا هغسلها، يبقى هقول brush. Number 7. I my bed when I wake up. انا بعمل ايه في سريري لما بصحى؟ انا برتبه. قلنا I make my bed. بعد كده دلوقتي هندخل على الريدنج بتاعك او قطعة القراية اللي عندك في الدرس ده. بص بقى بيقول لي ايه. hello، اهلا. I am أمير. أنا اسمي أمير. Every day، كل يوم. I wake up at 6 a.m. كل يوم أنا بصحى الساعة 6 الصبح. I brush my teeth. أنا بغسل أسناني. And get dressed. وبرتدي ملابسي. After، أنا قلت لك after يعني بعد. After I have breakfast، بعد ما بتناول فطاري. I go to school. بروح المدرسة. I learn، أنا بتعلم. and play، وبلعب with my friends، مع أصحابي. after school، وبعد المدرسة. I go home، أنا بروح البيت. and do my homework، وبحل الواجب بتاعي. طب هنا بيقول لي what does أمير do after school. أمير كان بيعمل إيه بعد المدرسة؟ إحنا قلنا after school بعد المدرسة. I go home and do my homework، بروح البيت وبعمل واجبي. يبقى هقول he goes home and does his homework. هو بيروح وبيعمل واجبه. بعد كده listening and read. هنا بيقول لي what time do you wake up. دي conversation يعني محادثة ما بين شخصين. الولد بيقول للبنوتة what time do you wake up. ما الوقت الذي تستيقظين فيه؟ هو أنت إمتى بتصحي؟ فقالت له at 6:30 a.m. الساعة 6:30 الصبح. then، وبعد كده I eat my breakfast. أنا بتناول فطاري. and go to school، وبروح المدرسة. فراح ردد عليها وقايل لها what do you do after school. طب هو انت بتعملي ايه بقى بعد المدرسة؟ قالت له I do my homework. انا بعمل واجبي. and go to sleep، وبنام. خلاص بقى كفاية كده. بعدين عندنا هنا بقى حاجة مهمة جدا جدا النهاردة هنشرحها مع بعض، وهو زمن المضارع البسيط the present simple tense. بص بقى احنا هنلخص الدرس ده في جملتين. هنقول المضارع البسيط أمره سهل وبسيط، المفرد بيحب الإس. تاني حاجة هنقولها usage يعني الاستخدام، يا إما حقايق يا إما عادات. احفظ الجملتين دول كويس وهتفهم دلوقتي اللي أنا بقوله. هو بيقول لي إيه؟ اليوسج الاستخدام. هو أنا أصلا ليه بستخدم المضارع البسيط؟ قال لي عشان تتكلمي عن حاجتين، يا إما حاجة حقيقية في الكون يا إما عادة أنا متعود أعملها. طب أنا مش فاهم
الحاجة الحقيقية في الكون زي مثلا لما اجي اقول لك cows give us milk، البقر بيدينا لبن. هل انا هصحى من النوم في مرة الاقي البقر اداني بيض؟ اكيد لا. يبقى دي حاجة حقيقية ولا لا؟ حاجة حقيقية. لما اجي مثلا اقول لك the sun rises in the east، الشمس بتشرق من الشرق، مش دي حاجة برضو حقيقية في الكون؟ طبعا، ما انا لو صحيت في يوم لقيت الشمس شرقت من الغرب كده يوم القيامة خلاص. فالحاجات الحقيقية اللي مش بتتغير دي بستخدم معاها المضارع البسيط. طب ايه تاني؟ قال لي كمان العادات والروتين. يعني ايه يا ميس العادات والروتين؟ يعني الحاجات اللي انا متعود اعملها كل يوم بقى، كل اسبوع، كل سنة، المهم ان انا متعود عليه. يعني مثلا every day، كل يوم I brush my teeth، كل يوم بغسل سناني. every week، كل اسبوع I visit my grandparents، انا بزور اجدادي. فالحاجات دي كلها عادات عندي متعود عليها. طب تمام، انا دلوقتي فهمت المضارع البسيط بتكلم بيه عن ايه؟ عن الحقائق وعن العادات والروتين. طب انا اعرف منين اصلا ان انا الجملة بتاعتي في المضارع البسيط؟ احنا قلنا حاجة مهمة جدا وجملة مهمة، المضارع البسيط امره سهل وبسيط، المفرد بيحب مين؟ الاس. طب تعالى كده نشوف. قال لي بص، انت هيكون عندك حاجة اسمها affirmative statements. يعني ايه؟ يعني الجمل الخبرية المثبتة، الجملة العادية في المضارع البسيط، الجملة العادية خالص. هعملها ازاي؟ قال لي احنا هنقسم he وشي وit واني singular noun، اي اسم مفرد هنحطهم في مجموعة لوحده، وهنحط I ويو ووي وذي واي plural noun، اي اسم جمع، في مجموعة لوحده. المجموعة دي الأولانية اللي هي هي وشي وإيت وأني singular noun، أي اسم مفرد، هنسميهم أصحاب الإس. تمام؟ مسمينهم friends of letter S. friends of letter S معناها أصحاب حرف الإس. يعني هي وشي وإيت وأي اسم مفرد أول ما يلاقوا حرف الإس بيجروا يلزقوا فيه. لكن عندك I ويو ووي وذي وأي plural noun، أي اسم جمع، يكرهوا حرف الإس موت. فلو شافوا حرف الإس بيجروا منه على طول، ما بيحبوش الإس خالص. طيب إيه بقى برضو الموضوع؟ أنا مش فاهم. يعني مثلا أنا عايزة أقول لك هو بيلعب، هقول he play ولا he plays؟ قال لي بصي بقى، أي جملة في الدنيا بتتكون من فاعل وفعل. أنا باكل، هو بيشرب، هي بتلعب، صح؟ صح. طب قال لي بقى الجروب اللي بيحب الاس ده، هتحطي الفعل اهو، ادي الفعل، وهتلزقي فيه يا اما اس يا اما اي اس يا اما اي اس، وبعد كده تكملي براحتك. يعني انا لو عايزه اقول هو بيلعب هقول he plays مش he play. ليه؟ عشان المفرد بيحب الاس. ودلوقتي هفهمك انت هتستخدم كل واحدة فيهم امتى. طب هنا I ويو ووي وذي واي اسم جمع، دول لو لقيتهم يا ميس بسنت هيحبوا حرف الاس؟ لا، احنا قلنا اول ما يشوفوا الاس بيطلعوا يجروا منها. فانت هتجيب الفيرب في الانفينيتيف INF، ده اختصار كلمة infinitive. يعني ايه infinitive؟ يعني في المصدر بدون إضافات. يعني هتحط الفعل زي ما هو، هتقول ازاي play، هما بيلعبوا after school، بعد المدرسة. يبقى المفرد هياخد لك اس. طب أي حاجة من المجموعة دي؟ لا، أنا هحط الفعل زي ما هو من غير أي إضافات خالص. طب تعالى كده نشوف اللي بعده. طب أنا يا ميس بسنت إمتى أحط اس وإمتى أحط اي اس وإمتى أحط اي اس؟ عشان أنا أكيد مش على مزاجي، أنا النهاردة فرحان فأحط اس، بكرة أنا متنكد وزعلان فأحط اي اس. أكيد لأ طبعا، مش على مزاجي. أمال إيه؟ ليها قاعدة. طب إيه هي القاعدة؟ قال لي بص يا سيدي، لو لقيت في آخر الفعل SCH CH XAO دبل S we will add ES. ايه الكلام العجيب ده؟ بص يا سيدي، لما هتلاقي فعل عندك
لما هتلاقي فعل عندك تمام هتبص على اخره. يعني مثلا احنا دلوقتي عندنا كلمة wash يغسل، عندنا مثلا كلمة fix يصلح، عندنا كلمة go يذهب. ماشي، كل دي أفعال. هبص على آخرها، لو لقيت SH، مش ده SH أهو، هتحط إيه؟ we will add ES، هنحط ES. طب أنا كمان لقيت حرف الإكس في الآخر زي كلمة fix مثلا يصلح، أعمل إيه؟ حط لي ES. طب لقيت حرف الأو، إحنا قلنا بقى SHCHXO double S we will add ES، فأنت لقيت الأو برضه حط ES. حلو، يبقى أنا لقيت أي حرف من الحروف دي هحط معاها ES. طيب ماشي يا ميس بسنت سهلة، عندي كمان كلمة برش مثلا يغسل بالفرشة، لقيت آخرها حرف ال SH فحطيت ES خليتها براشز. تمام. طب افرضي انا ما لقيتش بقى الحروف دي، مش وارد؟ طبعا وارد. طيب انا لو ما لقيتش الحروف دي ممكن الاقي ايه؟ قال لي بص يا سيدي، في كلمتين مهمين جدا عايزاك تاخد بالك منهم، كلمة study وكلمة play. كلمة study معناها يذاكر، وكلمة play برضو معناها يلعب. بص يا باشا، انت دلوقتي هتبص على اخر الفعل اللي عندك يا حبيب قلبي، هتلاقي ان اخر الفعل عندك فيه حرف الواي. هي الواي دي من الحروف اللي احنا قلنا عليها فوق؟ لا، مش من اللي احنا قلنا عليهم. طب هعمل ايه بقى انا دلوقتي؟ احط على مزاجي؟ لا برضه. قال لك بص، انت لقيت حرف الواي صح؟ صح. قال لي هتبص لي على الحرف اللي قبليه، الحرف اللي قبليه على طول، هتشوفه حرف ساكن ولا حرف متحرك؟ طب انا مس بسنت مش عارف الحروف الساكنه من الحروف المتحركه، ما خدتهمش في الكيلوس. طيب هنعمل ايه؟ الحروف المتحركه we have 5 vowels، عندنا 5 حروف متحركه، ايه هما؟ O E A I U. حلو، O E A I U، دول ال5 حروف متحركين، الباقي كله ساكن. طب انا يا ميس بسنت تمام، بصيت على قبل حرف الواي لقيت حرف الدي، والدي ده حرف ساكن، هعمل ايه بقى؟ سهله، شيل الواي وحط اي اي اس. يبقى لو لقيت اخر الفعل حرف الواي وقبليه حرف ساكن، شيل الواي وحط اي اي اس. طب تمام، افرضي بقى ما لقيتش حرف ساكن، انا زي مثلا كلمه بلاي بصيت قبل الواي لقيت عندي حرف الاي، وانتي قلتي ان الاي ده متحرك، اشيل الواي برضو؟ تيجي كده نجرب. بص المنظر ده، باعتبار ان حد فيكم نسى وراح شايل لي الواي وحط لي اي اي اس، هو ينفع المنظر ده؟ ينفع احط 3 حروف متحركه ورا بعض؟ لا، يبقى المنظر ده غلط. شايف؟ امال هعمل ايه؟ قال لي بص، لقيت حرف الواي قبليه حرف متحرك، نزل الكلمه زي ما هي وحط لها حرف الاس، بس كده، مش طالبه منك اي حاجه تانية. طب خلاص تمام، انا فهمت، لقيت الحروف دي هحط اي اس، لقيت الواي قبلها ساكن هشيل الواي، لقيت الواي قبلها متحرك هسيب الكلمه زي ما هي واحط لها اس. افرضي انا بقى ما لقيتش كل ده، زي مثلا كلمه ايت ياكل، اهي اخرها حرف التي، مش اي حاجه من اللي انت قلتي عليها بقى. لقيت مثلا كلمه درينك يشرب، برضو اخرها حرف الكي، انت ما قلتليش بقى اعمل ايه في دول. لا ركز، انا ما قلتلكش دول تعمل فيهم ايه، صح؟ لان دول مش من الحروف دي، والتي والكي برضو اخرها مش واي. طب هتعمل ايه؟ حط اس بس يا باشا. ما احنا قلنا اس، ما احنا قلنا عندنا اس واي اس واي اي اس، استخدمنا خلاص الاي اس واستخدمنا الاي اي اس، فاضل لنا مين؟ الاس. مسالمه، ما لقيتش اي حروف من اللي احنا قلنا عليها في اخر الكلمه، هتحط اس بس. يبقى كلمه ايت هتخليها ايتس، كلمه درينك هتخليها درينكس. حلو. طيب احنا دلوقتي عرفنا بنستخدم المضارع البسيط في ايه، وعرفت ازاي اكون الجمله بتاعته وامتى احط حرف الاس، وكله تمام. طيب قال لي بقى لو انا دلوقتي عايزه اعمل interrogative اللي هي صيغه الاستفهام، يعني من الاخر انا عايزه اسال، عايز مثلا اسال واحد صاحبي واقول له
هو انت بتعمل ايه كل يوم؟ هو انت بتعمل ايه الصبح؟ هو انت بتروح فين الساعة 6؟ انا هنا بسأله على العادات بتاعته، الحاجات اللي هو بيعملها. طب اعمل سؤال ازاي؟ بمنتهى البساطة، هتحط ايه بقى؟ أداة استفهام، فعل مساعد، فاعل، فعل. احفظ الأربعة دول ورا بعض تكسب وترتاح. يعني ايه؟ هتحط أداة استفهام. مش فاهم ايه هي أدوات الاستفهام دي؟ عندك كلمة what، ووات يعني ما أو ماذا، بسأل بها عن غير العاقل. where يعني أين، بسأل بيها عن المكان. وإن يعني مات، بسأل بيها عن الوقت. واي يعني لماذا، بسأل بيها عن السبب. عندنا أدوات استفهام كتير جدا. خلاص، يبقى أنا دي ببدأ بيها. طب وبعدين هتحط الفعل المساعد. إيه يا ميس بسنت الفعل المساعد ده؟ وهو هيجي يساعدني في إيه يعني؟ هيجي يساعدك في تحديد زمن الجملة. يعني إيه؟ عشان أنت أول ما هتلاقي do و does، أدي do وأدي does، أول ما تلمحهم هتعرف إن ده زمن المضارع البسيط. فهو هنا ساعدك إنك تعرف الزمن، تعرف ده مضارع ولا ماضي ولا إيه حكايته معاك. يبقى do و does أول ما ألمحهم هعرف إن ده زمن المضارع البسيط، عشان كده اسمه فعل مساعد. طب تمام، حطيت أداة استفهام وبعدين فعل مساعد، أعمل إيه تاني؟ هتحط الفاعل يا بطل. طب حطيت الفاعل، ايه الفاعل ده؟ قال لي عيب بقى، عيب، هي كلمة does مش فيها حرف الاس؟ واحنا قلنا ايه؟ المفرد بيحب الاس، صح؟ يعني انت عندك he وشي وإيت واني singular noun، اي اسم مفرد اللي احنا مسميينهم اصحاب الاس هيجوا مع مين؟ does. يبقى هحط does واي حاجة من دول بعدها. طب ودو يا حبيب قلبي حط الباقي، عندك I ووي ويو وزي واي plural noun، اي اسم جمع. تمام، يبقى انا كده عندي اداة استفهام، فعل مساعد، فاعل. قلت ايه بقى؟ فعل اخر حاجة. طب الفعل بتاعي اعمل ايه بقى؟ يعني اعمل فيه ايه؟ حذاري حذاري حذاري. اول ما تلاقي دو ودز لو سمحت رجاء حط دايره قد وشك شبه ما انا عامله كده اهو. تمام؟ ليه هحط دايره قد وشي على دو ودز؟ علشان اول ما تلمحهم الفعل بتاعك هيجيلك في المصدر، واحنا اتفقنا في المصدر يعني بدون اي اضافات. هتحط الفعل زي ما هو، هتقول play، هتقول watch، هتقول fix، هتقول brush، الفعل زي ما هو، ولا بقى تحط لي اس ولا اي اس ولا دي ولا اي حاجه خالص. تمام؟ يبقى انا لقيت دو داز دايره قد وشي، ليه؟ الفعل بعدهم في المصدر، ملمحش اي اضافه. طب تعالى بقى نشوف الامثله. قال لي what do you do؟ ايه اللي انت بتعمله after school، بعد المدرسة؟ بص do ودو، ده فعل مساعد لكن ده الفعل الأساسي. ده فعل مساعد بيحدد لي زمن الجملة، لكن هنا معناها يفعل، ده فعل أساسي. ايه اللي انت بتفعله أو بتعمله بعد المدرسة؟ طب نمبر 2، what does she eat for breakfast؟ هي بتاكل ايه على الفطار؟ بص برضو ادي does الفعل بعدها في المصدر. What time do you wake up؟ ايه الوقت اللي انت بتصحى فيه؟ انت بتصحى امتى؟ ادي دو دايره قد وشي برضو الفعل في المصدر. ده كده تكوين السؤال، احفظه لو سمحت عشان هو اصلا سهل وبسيط، وعشان تعرف تحل اسئله الترتيب، عشان ما تحسش ان انت متكعبل. تعالى بقى كده نشوف الاسئله اللي موجوده على الزمن الكتكوت بتاعنا ده. بص يا سيدي، انا بيقول لي choose the correct answer، هتختار الاجابه الصحيحه. بيقول لي I up in the morning، عايزه اقول له انا بصحى الصبح. هعمل ايه بقى؟ هي I من اصحاب الاس؟ لا، يبقى I wake الفعل في المصدر. طيب بعد كده نادر، هو نادر ده مفرد؟ مفرد. طب هنا نادر فوتبول افتر سكول، نادر بيعمل ايه في كرة القدم بعد المدرسة؟
نادر بيلعب، بس المفرد بيحب الاس، يبقى نادر plays. نمبر 3 نهى and أميرة. نهى وأميرة دول كده مفرد ولا جمع؟ جمع صح؟ الجمع بياخد اس؟ لا، يبقى هقول نهى and أميرة make their beds بيرتبوا سرايرهم after waking up بعد ما بيصحوا. his teeth in the morning هو بيعمل ايه في اسنانه الصبح؟ طب المفرد بيحب الاس، he brushes. مها her homework at night. عايزه اقول مها بتعمل الواجب بالليل. مها ده مفرد ولا جمع؟ مفرد، والمفرد بس خلاص بيحب الاس، يبقى مها does. طب هنا we hard at school. عايزه اقول احنا بنذاكر بجد في المدرسه. we study ما تحبش اس. بص بقى ركز هنا what you do after school. عايزه اقول انت بتعمل ايه بعد المدرسه. هو انت تكوين السؤال اداه استفهام فعل مساعد فاعل. طب انا اختار على اساس ايه؟ حبيب قلبي انت مش عندك يو؟ هي يو دي معناها ايه؟ انت او انتم. هي دي من اصحاب الاس؟ لا، يبقى انت هتاخد مين؟ does ولا doing ولا do عشان دي ما بتحبش الاس. ادي الترتيب الري اوردر اللي عندنا. الترتيب بقى هنا عندي كلمة play friends your you with. هبدأ الأول بكلمة you اللي هو عايزني أبدأ بيها. طيب you أنت بتعمل إيه؟ أسأل نفسي الشخص ده بيعمل إيه؟ you play أنت بتلعب. طيب أنا بلعب إيه؟ أو بلعب مع مين؟ you play with أنت بتلعب مع your friends أصدقائك. دي كده أول جملة عندنا. تاني جملة in park he the plays. هبدأ به، بعودك كل كلمة نستخدمها بنشطب عليها عشان ما تكررهاش تاني. طب هو بيعمل ايه؟ بيلعب plays. he plays هو بيلعب. طيب هو بيلعب فين؟ في the park بيلعب في الحديقة. اللي بعده my teeth أسناني morning الصباح I in the brush. هبدأ بآي. أنا بعمل إيه؟ brush أنا بغسل. طب حلو أنا بغسل إيه؟ my teeth أسناني in the morning في الصباح. بس كده خلاص خلصنا. طب هنا عندي make I bed my. هبدأ برضو بآي. أنا بعمل إيه؟ I make أنا برتب. طب برتب إيه؟ my bed سريري. يبقى وأنت بتحل سؤال الترتيب متفضلش قاعد إيه عمال تدور طب حط دي طب حط دي. لا، أنت بتقعد تسأل نفسك أنا بعمل إيه؟ هي بتعمل إيه؟ كده. طب هي مثلا بتلعب. طب بتلعب إيه؟ أو بتلعب مع مين؟ تعالى بقى دلوقتي هنبدأ مع بعض السؤال الثالث اللي هو read and circle the correct word. هنقرا الجملة ونختار الإجابة الصحيحة. I play ولا plays with my friends every day. أنا عايزة أقول أنا بلعب مع أصحابي كل يوم. طب هسأل نفسي سؤال، هي I من أصحاب الإس؟ لأ، يبقى I play. مريم brush ولا brushes her teeth every morning. عايزة أقول مريم بتغسل سنانها كل صباح. طب هي مريم من أصحاب الإس؟ يبقى مريم brushes. هاني and I أنا وهاني نبقى مفرد ولا جمع؟ جمع. احنا قلنا يعني نحن أنا وحد تاني. أنا ومعايا حد كمان نبقى جمع، والجمع ما يحبش الإس يبقى go to school by bus. بنروح المدرسة بالأتوبيس. جودي طبعا ده اسم مفرد. breakfast at 8 o'clock. عايزة أقول بتاكل الفطار أو بتتناول الفطار الساعة 8. eats المفرد بيحب الاس. they هو they ده مفرد ولا جمع؟ جمع. يبقى they watch ولا watches TV in the morning. عايزه اقول هما بيتفرجوا على التلفزيون بالليل، يبقى هقول they watch.
خلاص احنا كده حلينا على ال present simple tense وشرحناه بكل تفاصيله وبكل حاجه فيه. انا بقى عايزاك تذاكر كويس جدا، تحفظ كلماتك. الكلمات سهله قوي قوي، ما يعني الموضوع هيكون سهل ان شاء الله بالنسبه لك. حاول انك تقسمها حتى لو انت شايف ان في صعوبه في الكلمات، قسم على مدار الايام عشان الموضوع يكون خفيف بالنسبه لك. وذاكر الجرامر كويس جدا علشان ما تنساهوش. وما تنساش كمان لو عجبك الفيديو تعملي لايك على الفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ولو عندك اي سؤال واقف معاك ابعت لي تحت في الكومنتس وهرد عليك ان شاء الله. واستنى مني فيديو حل اسئله يونت 1 بالكامل. See you later.